السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن زوكا العسل دي، والفيديو بتاعها دايما هحط في عنوانه يوميات زيكو. عايزة اقول لكم هي سلحفة، وان شاء الله في فيديو تاني هعرفكم ازاي بتعرفوا الذكر من النتاية، وهو بتعرفوه بطريقة سهلة جدا. اللي مفكر ان تربية السلاحف مش حلوة وانها حيوان ممل وانها حيوان كسول يبقى غلطان. يعني السلحفة فيها مميزات كتيرة جدا، وعايزة اقول لكم ما فيهاش عيوب. اول حاجة ان هي بتقعد فترة كبيرة قوي، بتستحمل عوامل الجو باشكالها وانواعها، وغير كده وكده بتاكل اللي موجود في البيت. مش محتاجة بقى تجيبي دراي فود، مش محتاجة تجيبي دواء، مش محتاجة تجيبي علاج للحشرات، مش محتاجة تعملي تحليلات، مش محتاجة القرف ده كله. انا ربيت حيوانات تانية، ربيت قطط وربيت كمان سمك، وعايزه اقول لكم ان ما كانش ليا حظ في الاتنين. السمك كان بيموت والقطط كمان كانت بتتنمرض، لان من الطبيعي والبديهي ان انت هتجيبي معاكي قط واحد بس في الشقه. فلو جبتي قط بيبقى محتاج انه يتجوز، بيعمل حمام في الشقه كلها، بيتنمرض عليكي، بيبهدل الدنيا شعر، وغير كده وكده بيقطع كمان في اساس البيت. ولو جبتي قط هتبقى نفس النظام. طيب، انا شفت ان السلحفه اهدى كائن واروع كائن واكتر كائن حيوي، مع ان احنا كنا واخدين فكرة ان السلحفة بطيئة وهادية ما بيتلعبش بيها. عايزة اقول لكم كائن ممتع جدا. ويا سلام بقى لو خدت عليكم كده وعرفتوا ازاي تخلوها تاخد عليكم وتطلع من القوقعة بتاعتها بكل سهولة. عايزة اقول لكم هتحبوها قوي. اكلها بسيط جدا، مكانها ما بتعملش فيه لا زحمة ولا دوشة يعني ولا تقرفك زي اي حيوان تاني، لا. وغير كده وكده ان هي عمرها يعني بعد إرادة ربنا بيبقى عمرها طويل، ده لو اخدتي بالك منها كويس. هقول لكم في فيديوهات تانية واللي هكتب عليها يوميات زيكو. هنكتب بقى ايه بتاكل، ايه بتشرب، ايه او بتشرب امتى، بنربيها ازاي، بتعمل الحمام بتاعها فين، ازاي اقدر احافظ عليها. لو انت جبتي السلحفة بتاعتك كسلانة كده وما بتقدرش تتحرك ولا بتقدر تمشي وعلى طول في القوقعة بتاعتها، اوعي تقلقي. بس لو انت رايحة تشتري واحدة اتأكدي قبل ما تشتري في الاول انت هتجيبي ايه. لان مبدئيا السلاحف بتتعرف من كذا حاجة، من القوقعة بتاعتها سواء اللي هي على ظهرها أو اللي على بطنها، كمان من عينيها، كمان من شكل ضوافرها والمخالب بتاعتها. هي ما بتخربش، ما فيش منها أي ضرر على الأطفال، وكمان ما بتعضش. بس بتقدري تعرفي منها هي يعني حيويتها عاملة ازاي. لما تيجي تشتري سلحفة لازم تبصي على القوقعة بتاعت ظهرها الأول، لازم تكون سليمة جدا، ما فيهاش أي كسور ولا فيها أي آه يعني ايه زي شروخ كده. تأكدي ان القوقعة بتاعتها سليمة. كمان القوقعة بتاعت البطن اتأكدي انها سليمة. ممكن يكون فيها خبطة او حاجة بتاعت البطن، بس ده طبيعي جدا عشان هي بتبقى طول الوقت على بطنها. طيب اتأكدي كمان ان عينيها سليمة جدا، مفيش حوالين عينيها اي مواد، يعني مثلا لا لون ابيض ولا لون اصفر. اتأكدي ان عينيها الاتنين مفتحين بشكل كويس. تتأكدي من لون البراز بتاعها، والبراز بتاعها الطبيعي بيكون ابيض. تمام كده، تتأكدي من البراز الابيض ان السلحفة بتاعتك تمام قوي. وغير كده وكده كمان حيويتها حلوة. طيب الولاد جابوها وهي بتخاف تطلع. عايزة اقول لكم هي مع الوقت، وعلى فكرة بتحس قوي باللي بيمسكها. يعني لو انتي مسكتيها كده وطبطبتي عليها وحسستي كده بضوافرك، خربشتي على ظهرها وعلى بطنها، هتبص تلاقيها معاكي ابتدت تطلع، ابتدت تحرك ايديها ورجليها. هتبتدي تحسي ان هي حيوية معاكي مرة على مرة. عايزة اقولك مش هتكملي حوالي 15 يوم وهتحسي انها طبيعية معاكوا جدا. منين ما هتحطوا لها اكل هتطلع تاكل وتشرب عادي جدا. هتمشي قدامكم في البيت برضو عادي جدا. تمام. ممكن تربيها في الرملة العادية اللي هي بتاعة البنى دي، وممكن تجيب لها الرملة المخصصة بتاعتها هي، وهبقى اوريها لكم ان شاء الله لما اجيبها لها. انا للاسف لحد دلوقتي انا جبت زيكو وانشغلت جدا عن اني اجيب الرمل بتاعها. بتاكل ايه؟ ما بتاكلش غير كل حاجة خضراء. يعني ما فيش بقى لا هتجيب لها اسماك ولا هتجيب لها لحوم ولا هتجيب لها
عفوا، ولا هتجيب لها دراي فود ولا هتجيب لها الكلام ده. هي كل اللي هتاكله اي حاجه خضره موجوده في البيت. خاص بقى، عايزه اقول لكم جرجير، خضره بانواعها، خيار، والخيار ده عامل بالنسبه لها كده زي الفاكهه. يعني لما تحبي تكافئيها على حاجه، او انها مثلا طلعت من قوقعتها وتمشت وكلت كميه الاكل اللي انت حطها لها، بالنسبه لها الخيار ده بيبقى هو الحلو بتاعها بمعنى اصح. فما تحاوليش ان انت تحطي لها منه كتير عشان ما تتنمرضش عليكي. كافئيها بيه في كل فتره والتانيه. بصوا، عايزه اقول لكم ممتعه جدا في لعبها. كانت في الاول بتخاف مننا، بصوا زي ما انتم شايفين كده، كانت خايفة جدا مننا. بعد كده بقت بتتعامل معانا عادي جدا وترفص. يعني هاجي اشيلها كده تقعد تحرك ايديها الاتنين ورجليها اللي هي ايه، يعني اللي هو عايزة تمشي، عايزة تتحرك، مش عايزة تفضل في ايدينا. اللي يجيب سلحفة من محل او من مكان معين ويتفاجئ ان هي مش عايزة تطلع، يا جماعة اطمنوا والله مع الوقت هتطلع. اهم حاجة للسلحفة ان انت تشمسيها، اهم حاجة للسلحفة ان انت تعرضيها للشمس اكتر فترة ممكنة. هنعمل لكم ان شاء الله فيديوهات كتير قوي لديكم. بصوا، انا اول ما بصحى الصبح طبعا لازم نصبح عليها، بعد كده بحطها عندي في البلكونة، وبكون حاطه لها الخس بتاعها، وبكون حاطه لها خيار، وبكون حاطه لها كمان جرجير. مش كل ده مع بعضه يعني، كل ده كل حاجه في يوم. طيب في مره كده حبيت ان انا اغير واشوفها تاكل ولا لا، حطيت لها جزر، وما شاء الله كلته وخلصت عليه يعني، بس حطيته لها مع خيار. كلت الجزر والخيار وخلصته. طيب بحطها، لازم تعرضيها عندك في الشمس كل يوم. أول ما يطلع النهار والشمس تبتدي تطلع عندك، حطيها في مكان فيه شمس وخليها تتهوى، وخليها الشمس كده تدفي جسمها وتدفي القوقعة بتاعتها عشان درجة حرارتها تعلى. السلحفة دي بالمناسبة، السلحفة دي اللي هي المصري الصحراوي، دي ما بتعيش في المية، دي بتعيش في الرمل عادي، او تحطيها على الرمل المخصص ليها، او تحطيها في اي مكان ما عندكيش اي حاجة من دي. حطيها في كرتونة صغننة كده وفرشي لها حتة قماشة بحيث ما تبقاش الدنيا ساقعة عليها. ولو حطيتيها في بلكونة او حاجة، ضروري تحطي حاجة تحتها بحيث ما يجيلهاش كساح من البلاط. عندك البلاط بيجيب للسلاحف بالذات الكساح، يا جماعة لازم تاخدوا بالكم من الحتة دي. لما سلحفتك تكون نايمة ومش عايزة تتحرك وولادك عايزين يلعبوا بيها، ابتدي زغزغيها كده. وهتقولوا لي ازاي هتطلع بالزغزغة دي؟ هقول لكم هو ده اللي بيحصل. زغزغيها على القوقعة بتاعتها من بره، وكمان على القوقعة بتاعتها من جوه، هتطلع معاكي بكل سهولة. انا بحط لها يوم خاص، بحط لها يوم جرجير، بحط لها يوم خضره عادي جدا. وعايزه اقول لكم الكميه اللي بحطها لها بتخلصها، وبكافئها بالليل بان انا بحط لها شويه من الخيار متقطعين كويس، قصدي صغنن قوي، وما شاء الله كمان بتاكلوه. وعايزه اقول لكم انا ماسكاها دلوقتي في ايديا اهو، يعني انا كنت مصوره الفيديو ده في يوم، وفي يوم تاني انا بسجل الصوت. زي ما انتوا شايفين انا حركت ايدي على دماغها من فوق ومن تحت، وهي كانت طبيعية جدا، محاولتش انها تخاف او تدخل جسمها. لا، كانت ما شاء الله عايزة تتحرك وتلعب وتحرك ايديها ورجليها زي ما تكون بتنكشني. تمام. عايزة اقول لكم والله السلاحف دي محببة جدا، وتربيتها حلوة جدا وسهلة جدا. ان شاء الله هعمل لكم يوميات كتير لزوكا، وهقول لكم تفاصيل